إلى السؤال الخامس. على ما يبدو أن السؤال الخامس والسادس راه تجمعوا وحدة الموضوع، ولكن إلا ما كان عندكم مانع صافي. مجموعة العدالة الاجتماعية السي بالفقيه ما كاين مانع. إذا مادام كتجمعوا وحدة الموضوع نقدمهما دفعة واحدة ونطلبوا من السيد الوزير إن لم يرى مانعا كذلك في الإجابة عليهما. قول لي. هذا الموضوع هذا كنتمنى ان كل الفريق يمشي بالسؤال ديالو وياخذ الاجوبه الكافيه. شكرا. اذا موضوع السؤال الخامس، الاحتقان الذي تعرفه كليه الطب والصيدله وكليه طب الاسنان للفريق الحقاقي. تفضلوا السي يونس. شكرا السيد الرئيس. وبالنظر لان السيد الوزير ضيق الوقت ما كيمكنوش انه يخلي واحد الحيز زمني الاجابه على التعقيبات ديال المستشارين اللي سبقوني، غادي نحاول نستفيد شويه في السؤال ديالي صراحه. ومن بعد 30 شهر على توليكم هذه المسؤوليه ديال هذا القطاع اللي كنعتبروه قطاع استراتيجي، كان بدنا اننا نتلاقاو اليوم باش نسالكم على مسار انشاء الجامعات 34 نواه جامعيه اللي اشرت عليها الحكومه السابقه، ولا نسالكم على نتائج والحصيله ديال مراكز الابحاث اللي وعدتوا بها بالبرنامج ديالكم، وللاسف الحصيله ديالها مازال صفريه. للاسف ابيتم الا انكم تمشيوا في واحد الطريق ديال شد الحبل وسكب الزيت على النار كيف ما داروا زملائكم في الحكومه، لا في قطاعات العدل لا في قطاع التربيه الوطنيه، ولنا في مآل اضراب الاساتذه واضراب طلبه المحاماه العبره الكافيه. السيد الوزير المحترم، ما كيختلفوا جوج الناس اليوم على ان اصلاح منظومه الصحه العموميه في بلادنا وهي بوابه لتنزيل الورش الملكي المرتبط بالحمايه الاجتماعيه، وما كنختلفوش ايضا اننا في حاجه ماسه الى التسريع بالتكوين في ادماج ديال 31,000 طبيب والضعف ديال هذا العدد من الاطر الصحيه كيف ما جاء في تقرير البرنامج التنموي. ولكن هذه الالحاحيه ديال التسريع ما يمكنش نواكبوها وننزلوها بواحد القرارات متسرعه واللي ما كتحظاش بواحد التوافق. شكرا. المستشار المحترم جاوب السيد